الثانية محكمة سيدي جابر عاقبت 14 فتاة بالحبس 11 سنة، فتيات منتميات لتيار الإخوان. وفتيات الإخوان يصبحن على حكم ضخم، بينما يصبح الجميع على رسالة قوية من القضاء المصري. 11 سنة حكم، أنا مش عارف إيه ده، معرفش. وما حكمتش على واحد يا راجل، يا راجل ما فيش واحد خد حكم لغاية دلوقتي نهائي. يا راجل يا راجل، كل القضايا مفتحة. يا راجل انت ما عرفتش مين اتقتل ومين قتل. جايه تشطر على بنات ليه؟ جايه اقدمهم للمحاكمه ليه؟ علشان اعمل ايه؟ عشان اهليهم يحبونا؟ عشان البنات دي تطلع تحبنا؟ طب زميلاتها في الفصل اللي بصين لها دلوقتي. لان قوات الامن القت القبض على 21 فتاه عقب قطعهن شارع سوريا بمنطقه رشدي بالاسكندريه. انا مش عارف اعلق ومش هعلق، بس واقفه انا. هؤلاء هن بلطجيات مصر، تركن دفاتر المدرسة وضبطن ببلالين تزعزع الأمن القومي، وأرهبن المجتمع من خلال منظمة اسمها 7 الصبح. هذا ما انتهى إليه حكم قاض اسمه أحمد عبد النبي، قصف الوجوه الشابة بحكم لم تفق مصر بعد من صدمته. وما كان يجب أن تكون رغبتك في تحقيق شهرة أوسع دافع إلى مخالفة القانون. والمحكمة لم تتأثر ولم تأبه بكل ما أثير في وسائل الإعلام بشأن هذه المحاكمة. والمحكمة لم تراعي إلا تحقيق العدالة وإنزال حكم القانون. كما رأت المحكمة عدة اعتبارات، منها حداثة سنك والحرص على مستقبلك. كما رأت المحكمة عدة اعتبارات، منها حداثة سنك والحرص على مستقبلك، وأنك لن تعود لمثل ارتكاب الجرائم التي قرفتها مستقبلا. لذلك حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة تامر حسني عباس فرغلي بالحبس مع الشغل لمدة 1 سنة وألزمته المصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. بشكر ربنا في الأول أوي الحمد لله، وبشكر القضاء المصري اللي قدر يحس بمعاناة تامر. ما عندناش في مصر كذا تامر، هو تامر واحد بس. بقول له ألف مبروك، مصر كلها مستنياك تطلع لها. فاسكندريه، حرائر اسكندريه ما خدوش 11 سنه، ده خدوا 11 سنه مجد. طلبه الازهر خدوا 17 سنه مجد، مش 11 سنه. ده حكم طبعا قابل للشط، يعني هو حكم صدر عشان القاضي يعمل بيه شهره لنفسه، انه هو القاضي الفالنتينو اللي عمل كذا في البنات. لكن لو تراه الآن وهو مذعور كالفأر الذي وقع في المصيدة، يجري من أولها لآخرها ثم يعود ليجري من آخرها لأولها، لأنه يعرف أن مصيره قد حكم عليه. لا أقول قد حكم عليه بالإعدام، ولكن حكم عليه باحتقار المجتمع أبد الآبدين، إلا أن يتوب توبة من التي تحدثت عنها وقال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها تسع أهل الأرض جميعا.